حسب تصريح ديال الشرطه هنا في فرنسا 20,000 شخص اللي كيستعمل الدراجات الناريه دايرين تظاهره كبيره في فرنسا كلها في 13 و 14 افريل 2024. والسبب هو ان الحكومه جبرات الناس اللي كيستعملوا الماطر انهم يبداو يدوزوا لو كونترول تكنيك ابتداء من 15 افريل 2024. الاتحاد الفرنسي للدراجات الناريه عبرت عن الغضب ديالها، وهذا علاش نظموا هاد التظاهره في هذا الويكاند هذا، لان غادي يولي اجباري ابتداء من 15 افريل. الاتحاد الفرنسي اللي الدراجات الناريه حكموا على هذا القرار انه ما عنده حتى شي فائده. من بعد غادي نعرفوا واش غادي يكونوا تظاهرات وحدين اخرين في وسط الاسبوع ولا في الويكاند. هادشي اللي غادي نعرفوه الا كان تقرر من طرف الاتحاد الفرنسي للدراجات الناريه، لان كنعرفوا بزاف ديال الناس اللي كيفضلوا يستعملوا الدراجات الناريه بدل السياره. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، اللي لايك ديالكم باش كتشجعوا هذا المحتوى. واحد القليب من عندكم وكنحييكم.